بيكم واهلا بيكم. اتمنى الصوت يكون واصل. للاسف الوصله بتاعت الميكروفون مش شغاله، فمضطر اشتغل من الميكروفون بتاع اللابتوب. فاتمنى يكون الصوت كويس، وبعتذر برضو للناس اللي هتشوف الفيديو مسجل لو جودة الصوت اقل، بس هنحاول نظبطها لو ينفع اعمل اديت. ده اول لايف ليا، فمعلش استحملوا معايا بقى في المشاكل التقنية دي. طيب، شكرا جدا على التفاعل. وانا جالي حوالي 300 تعليق منكم بيطلب لايف او عنده اسئله، فشكرا جدا على التفاعل، وسعيد ان الفيديو فاد ناس كتير، وهجاوب فيه على اهم الاسئله واللي في التعليقات دلوقتي واللي في التعليقات في الفيديو، وهوضح بعض الحاجات. بس لو ممكن اوضح الاول بس كده كم نقطه سريعه. فاول حاجه ان الجلسه دي جلسه غير رسميه، يعني انا مش تبع منحه تشيفنينج ولا الحكومه البريطانيه، ده عمل تطوعي 100%، والهدف منه ان انا اساعد الناس تقدر تقدم احسن ابلكيشن قويه، او لو عندهم اسئله بخصوص التغيرات او بخصوص الشروط في المطلق. دي حاجه. ف... فلو في اي، فانا غير تبع، يعني مش تبع المنحه. وتاني حاجه ان طبعا المنحه فيها اسئله كتيره جدا وحاجات كتيره جدا، فانا هحاول في الساعه الجايه دي تقريبا اجاوب على كل الاسئله دي. الفيديو ده مبني على سلسله من الفيديوهات كنت عملتها عن منحه تشيفنينج والدراسه في بريطانيا، تقديم على الجامعات وايلتس، وهسيب الكومنتس كلها في التعليقات علشان لو ما شفتوش الفيديوهات دي كلها. طيب، انا اول حاجه هتكلم فيها هجاوب على بعض الاسئله. انا قريت ال 300 وشويه تعليق اللي جولي كلهم وجمعتهم، يعني في اسئله متكرره، فانا هجاوب عليهم. هاخد مثلا حوالي 15 دقيقه 20 دقيقه اجاوب على كل الاسئله دي، وهنهي هبتدي بالاسئله السهله اللي هي او لا وكده، وبعدين هنهي بالاسئله اللي ممكن تبقى عايزه وقت وتفكير اكتر، زي اجابه المقالات والحاجات اللي زي دي. وبعدين لو في لسه عندكم اي تعليقات تكتبوها لي في الشات هنا، وانا بعمل المودريشن بنفسي او اداره الجلسه، فحاول اقراهم كلهم وان شاء الله ما يفوتنيش يعني اي تعليق من التعليقات دي. طيب، الفيديو مفتوح للمشاهدة للجميع، لكن التعليقات بس للمشتركين، فلو حد مش مشترك ممكن يشترك في القناة عشان يعرف يسأل. وكمان أنا حطيت بس ليميت إن يبقى في فرق دقيقة ما بين كل رسالة والتانية أو سؤال والتانية من كل شخص، عشان ألحق أقرأ التعليقات كلها، وعشان كمان ندي فرصة إن الناس كلها تسأل. وحاجه كمان هجاوبها. طبعا زي ما انا قلت، انا مش تابع لاداره المنحه، انا حصلت على المنحه دي من فتره، فالاجابات دي بناء على تجربتي الشخصيه وبناء على فهمي وقرايتي للشروط. الحاجه كمان في بعض الاسئله اللي مش هقدر اجاوبها، زي ليه مثلا غيروا دي، ليه زودوا دي، ليه دي كانت كده بقت كده، فدي انا مش هقدر اجاوبها. يعني ليه عملوا بعض التغيرات، ممكن يكون علشان يعني دي رؤيتهم ان هم يعملوا التغيرات دي عشان يقللوا عدد الناس او يزودوا مستوى الناس اللي بتقدم وهكذا. لكن انا مش هقدر اجاوب طبعا على اسئله ليها علاقه بليه. طيب، نبدا. اول حاجه، سؤال متكرر جدا: اذا كانت المنحه دي في منها للبكالوريوس او الدكتوراه؟ لا، هي منحه سنه واحده للماجستير فقط. لازم اكون اوريدي متخرج من الجامعه وبقالي سنتين زي ما هنشوف مع بعض. اكيد في منح تانية للدراسه الجامعيه اللي هي البكالوريوس والليسانس او للدكتوراه، لكن ده مش موضوع الفيديو ده، ممكن اعمل عنهم فيديو منفصل يعني. فهي لازم تكون ماجستير سنه واحده. الحاجه الثانيه ان الماجستير ده لازم يكون ماجستير مدرس تدريسي توت، يعني مش ماجستير بحثي. اللي هم ايه؟ اللي هم زي الام اي ده مقبول، والام اس سي والام بي اي نفسها مقبوله، لكن في نوع من الماجستير اسمه ام ريز. الام ريز ده اللي هو ماسترز اوف ريسيرش، ده مش داخل في المنحه. فلازم لو انا عايز اقدم وادرس من خلال منحه تشيفنينج ان انا لازم اشوف برنامج ماجستير يكون eligible، يعني يكون يعني متوافق مع الشروط بتاعتهم.
بعرف البرامج ازاي؟ من في موقع اسمه كورس فايندر تبع تشيفنينج، ممكن برضو اسيب لكم اللينك بتاعه في التعليقات. طيب بالنسبه للشروط والدول، هي مفتوحه. انا هنا بخاطب الجمهور اللي من البلاد العربيه، يعني مش هتكلم في الدول الثانيه لان الفيديو بالعربي، والفئه المستهدفه بتاعتي هي الناس اللي في الوطن العربي. فلازم ان علشان اقدم على المنحه ان انا اكون مواطن من دوله عربيه، باستثناء دول الخليج السته اللي هي السعوديه والامارات والبحرين وقطر وعمان والكويت. انا بتكلم عن المواطنين، مش بتكلم عن المقيمين. يعني انا لازم اكون من مصر، من سوريا، من تونس، من اي دوله من ال 22 دوله بتوع جامعه الدول العربيه، ما عدا الست دول بتوع الخليج، ده كجنسيه. فدي كده تبقى واضحه. تاني شرط ان انا ما يكونش معايا جنسيه بريطانيه. فانا لو مصري تونسي، مصري فرنساوي، مصري اي حاجه مثلا، او من الدول ال 16 الثانيه العربيه، ممكن اقدم، بس المهم ما يكونش معايا جنسيه بريطانيه خالص. طيب ماذا عن المقيمين بقى في دول تانية؟ طيب هو المقيمين في دول تانية، يعني انا مثلا مصري بس مقيم بقى في اي حته، سواء في الخليج، في امريكا، في اي حته، مفيش ما يمنع ان المقيمين بره يقدموا، ولكن لازم ناخد بالنا من حاجه. منحه تشيفنينج مش منحه للبحث العلمي بس، مش منحه للاحتياج المالي، هي منحه بتستهدف ناس تكون قاده في المستقبل في بلادهم. فانا لازم اكون موضح الصله والعلاقه اللي ببلدي. فحتى لو انا حاليا بعمل حاجه بره، بشتغل بره او كذا، لازم هوضح، والكلام ده هوضحه اكتر في الاسئله المقاليه او البيرسونال ستيتمنتس، او اللي هي الناس بتسميها ايسي كويستشنز، زي البيرسونال ستيتمنتس اللي هم الاربع اسئله بتوع تشيفنج. طيب فيبقى اذا نسبيا اقدر اقدم حتى لو انا مقيم بره، بس لازم نشوف بقى ازاي نوضح ان يعني نعمل العلاقه بقى مع بلدي اللي انا اصلا منها. الحاجه الثانيه، مفيش بالنسبه للعمر، في ناس سالتني اذا كان في اشاره للسن. مفيش حد اقصى للسن، يعني 30 40 50. رسميا الويب سايت بيقول ان مفيش اي شروط على السن. طيب ايه تاني شروط؟ لازم يكون معايا بكالوريوس او ليسانس، يعني اندر جراديويت ديجري، شهاده جامعيه. قبل كده لغايه السنين اللي فاتوا كانوا بيشترطوا تقدير معين اللي هو 2 نقطتين 1. السنه دي شالوا الاشتراط ده بشكل رسمي، وقالوا ان فقط يكتفي انك تكون جايب تقدير يخليك تتقبل او يخليكي تتقبلي في جامعه في بريطانيا. تمام؟ يبقى انا لو انا تقديري يتقبل في جامعه في بريطانيا، ينفع اقدم، حتى لو التقدير ده بقى كان مقبول، كان جيد، كان ايا كان الجريدنج سيستم او نظام التقييم والدرجات عندنا في البلد اللي انا فيها. لكن طب ازاي اعرف؟ طب الجامعه، انا عملت فيديو مخصوص عن الجامعات، انا في اللايف ده بحاول اخصص الاسئله كلها للتشيفنينج بس زي ما وعدت الناس، لكن في فيديو برضو هيبقى في باكج الفيديوهات اللي في التعليقات، ازاي اخش واشوف الانتري ريكويرمنتس او اللي هي متطلبات الدخول والقبول في كل جامعه. تمام؟ يبقى انا الموضوع ده بيني وبين الجامعه. طب الانجليزي نفس الكلام بيني وبين الجامعه. زمان قبل كده كانوا في سنين سابقه، حتى مش السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، في سنين سابقه كانوا بيشترطوا شهاده الايلتس بسكور معين. دلوقتي بيقولوا لازم ان انا، مش مشترطين ان انا يكون معايا ايلتس، بس بيقولوا لازم ان انا يكون معايا قبول غير مشروط اللي هو unconditional offer من جامعه. فيبقى انا لو في جامعه قبلاني، يبقى تشيفنينج يبقى انا كده اقدر اقدم على تشيفنينج. طبعا القبول في الجامعه لا يعني القبول في تشيفنينج، بس انا بقول ان انا ساعتها اقدر اقدم على تشيفنينج. لو الجامعه بقى نفسها في الغالب بتشترط الايلتس. لو في جامعات بقى ما بتشترطش ايلتس، جامعات ليها بتاخد مثلا توفل، طبعا في جامعات كتير بتقبل توفل، في جامعات ممكن تقبل بعض الناس اللي درست بشهاده جامعيه بس مش بالانجليزي، بس مش شرط. يعني مثلا انا درست في كينجز كوليدج لندن، وانا متخرج من كليه اقتصاد وعلوم سياسيه قسم انجليزي، اللي هو يعني دارس الاربع سنين بتوعي بالانجليزي. ومع ذلك الجامعه والمنحه ساعتها كانت بتطلب، بس الجامعه طلبت ايلتس، وانا سالتهم برضو ساعتها السؤال ده، طب انا دارس بالانجليزي البكالوريوس بتاعي، قالوا لي لا. فممكن في جامعات تقول لك مثلا لو البكالوريوس في جامعه في دوله
بتتكلم انجليزي. يعني بقى لو انا دارس في بلد لغتها الانجليزيه فانا دارس هناك تمام، لكن هم بالنسبه لهم خلاص يبقى احنا عارفين المنحه مش بتشترط حاجه معينه في اللغه، بتشترط unconditional offer. الجامعه بقى بتشترط ايه؟ ده بين كل شخص والجامعه. والموضوع ده صعب اتكلم فيه واقول قاعده، لان الموضوع ده بيختلف مش بس من كل جامعه للتانيه، من كل برنامج للتاني داخل كل جامعه. يعني هتلاقي ان الانتري ريكويرمنتس ممكن تختلف حتى في برامج متشابهه. طيب نكمل على موضوع الكورسات المقبولة. زي ما أنا قلت لكم إن في ويب سايت اسمه كورس فايندر تبع تشيفنينج، ده بكتب فيه اسم الجامعة واسم التخصص اللي أنا عايزه وبشوف إيه الجامعات دي كلها. طب هل في تخصصات مسموحة أو مش مسموحة؟ طيب هما مش قايلين إن في تخصصات مسموحة، بس قايلين إن في حاجة اسمها priority areas، يعني اماكن ليها الاولويه او مجالات ليها الاولويه. هنتكلم فيها بعد شويه لان ده مرتبط بالسؤال بتاع ازاي نجاوب على الكارير باث وليه اخترت الجامعه دي وحاجات زي كده. طيب البرنامج زي ما انا قلت لازم يكون توت MA او MSc او MB او اي حاجه تكون توت، ما يبقاش MRes، مش PhD، مش MPhil اللي هي درجات ما بعد الماجستير. ولازم يكون ما بين 9 ل 12 شهر، لان انا اتسالت برضو كتير على الكورسات المقبوله. فما ينفعش مثلا كورس 6 شهور 5 شهور، وما ينفعش كورس اكتر من سنه. ولازم يكون فول تايم مش بارت تايم. يعني في ساعات هنلاقي كورس بيقول سنه فول تايم او سنتين بارت تايم، ما ينفعش اقدم عليه سنتين بارت تايم، وحتى لو في حاجه سنه بارت تايم ما ينفعش اقدم عليها. طيب ولازم البرنامج اللي انا بقدم عليه في الماسترز ده ما يكونش في سفر كجزء من الدراسه اكتر من شهر. يعني ايه؟ في بعض البرامج ان هو يقولوا مثلا احنا بنعمل دراسات عن شرق اوروبا وهنعمل هنعمل 3 شهور في بولندا مثلا ولا حاجه زي كده، او حاجات فيها لغه وهنسافر مش عارف ايه كجزء من البرنامج نتعلم اللغه. الحاجات دي كلها لو السفر شهر او اكتر فمش هينفع، يبقى ده كورس مش eligible ان انا اقدم عليه مع تشيفنج. لكن لو مفيش سفر خالص زي معظم الكورسات فده تمام، او لو في سفر اسبوع 2 او اي وقت اقل من شهر ده برضو تمام. طيب بالنسبة للمصاريف، لأن في ناس برضو سألت كتير على مصاريف الكورسات وهل في سيلينج أو حد أقصى أو سقف يعني للفلوس اللي بتدفع. طيب هو على الويب سايت بتاع تشيفنينج، وده برضو كان من تجربتي ولغاية دلوقتي لسه موجود، إن الكاب ده أو السقف ده موجود فقط على برامج الام بي اي. برامج الام بي اي بيكون ممكن توصل الفيس فيها الارقام فلكيه، فهم حطوها ان هو في حد اقصى اللي هو تقريبا كان 22,000، والموضوع ده للام بي اي. فلو انا برنامجي بقى مثلا مش في الام بي اي، برنامج في ديفلوبمنت ولا برنامج في كذا وب 24,000 ب 26,000 وحاجات زي كده، المفروض ان ده ما فيهوش مشكله. طبعا القرار النهائي للمنحه، لكن هو وفقا للشروط بتاعتهم البرنامج ده انا ممكن اقدم عليه وهم ممكن يغطوه، لكن هم حطوا الرقم ده فقط الام بي اي. لو انا عايز ادرس حاجه بالام بي اي باكتر من 22,000 لازم ان انا اكون جايب الفرق ده، يا اما بقى من على حسابي، يا اما منحه مباشره من الجامعه، يا اما مؤسسه، يا اما من اصحابي، ايا كان بقى. يعني المهم ان المصاريف بتاعه الام بي اي دي الحد الاقصى 22,000، الباقي لو في باقي انا اللي لازم ادفعه. طيب ماشي. في برضو سؤال على شرط العودة للبلد. أنا برضو لازم أوضح النقطة دي تاني. تشيفنينج منحة معمولة علشان الناس اللي عندها مستقبل أو بوتنشال إن هي تقدر تعمل تغيير إيجابي في بلدها. يعني أنا مش بقدم، مش يعني في منح ممكن تبقى ماجستير مثلا عشان أنا بدور وعايز باحثين يجوا يعملوا بحث عن حاجه معينه، او علشان انا عندي اماكن هديها للناس الاكثر احتياجا او حاجات زي كده. تشيفنينج مش كده. تشيفنينج مبنيه على الجداره زي ما قلت اللي هي ميريت بيزد سكولرشيب. والحاجه الثانيه ان هي لازم تكون بتفيد البلد اللي انا منها، عشان كده هم عندهم بلاد داخله ومش كل العالم داخل فيها. فالبلد بتاعتي لازم تكون جزء من الكارير باث بتاعي، لازم يكون ان انا بعمل ده عشان افيد المجتمع بتاعي اللي انا راجع المجتمع بتاعي بتاع بلدي. انا من مصر بقدم على مصر، فازاي البرنامج بتاعي ده هيخليني اساعد في الموضوع ده. فلازم الشرط ان انا لازم ارجع سنتين. فلو انا بقى بقول طب انا عايز اقعد في بريطانيا، هم قايلين رسميا ما فيش حاجه اسمها فيزا تانية في بريطانيا
لا دراسة ولا شغل ولا كذا. لو في بقى أي استثناء بيتعمل فده يعني السؤال ده مش هيكون ليا، ده هيكون لو انتوا اتقبلتوا وعندكم حاجة تتكلموا فيها مع إدارة المنحة، اللي هم في الغالب هيقولوا لا، بس يعني في الآخر هم اللي يقولوا القرار الأول والآخر ليهم. طيب أنا عايز أرجع، أنا شغال بقى في دبي وعايز أرجع أشتغل في دبي تاني. طيب ما هو زي ما أنا قلت البرنامج ده معمول علشان أرجع أفيد بلدي. فلو أنا بقول لهم إن أنا جاي اتعلم عشان افيد نفسي بس وعشان الكارير بتاعي واوصل واكمل في بلد تانية، طيب يبقى هو غالبا مش هياخدني. يبقى انا لازم اوضح النقطة دي. طيب المنحة بتغطي ايه؟ برضو جه سؤال عن الموضوع ده. بتغطي يعني في لستة كده من الحاجات اللي هي بتغطيها. رقم واحد التويشن فيز اللي هي مصاريف الجامعة، وزي ما اتكلمت الاكسبشن على السيلينج ده موجود رسميا للام بي اي فقط. تاني حاجة ايكونومي ترافل، يعني تذكره على الدرجه الاقتصاديه او الايكونومي من البلد بتاعتي الى بريطانيا في الحته اللي انا رايح ادرس فيها والعوده. تمام، وفقط ليا انا بس، يعني مفيش زوجه واولاد واب وام وحاجات كده. وهي المنحه عامه بتغطي اي مصاريف، ما بتغطيش اي حاجه لاي حد من اللي هم بيسموهم الديبندنتس، اللي هم الناس اللي معتمده عليا، زي زوجه مثلا او اولاد او حاجه زي كده. مفيش، لازم يكون ليا انا بس. طيب لو هم على في القسم بتاع الاسئله اللي هم حاطينه الاف اي كيوز الفريكوينتلي اسكد كويستشنز، بيتكلموا بيقولوا ان احنا ما بنشجعش ان حد يسافر مع حد، بس لو انت قررت او انت قررت تسافروا مع حد فده مسؤوليتكم، والفيزا مسؤوليتهم والمصاريف مسؤوليتهم، بس احنا مش بنشجع ومش هنساعد الناس دي. المنحة فقط بتشجع الناس او يعني بتدعم الناس اللي مسافرة. فبقى سواء حد عنده عيال او مثلا طب انا مش هينفع اسافر من غير اخويا او محرم، المنحه مش بتغطي الحاجات دي. وبرده ده الكلام اللي على الويب سايت بتاعهم، واي استثناء بيكون منهم هم وتحت يعني سلطتهم التقديريه. حاجه كمان ان هم بيعملوا حاجه اسمها ارايفل الاونس، بيغطوا ارايفل الاونس ده اللي هو فلوس كده للمساعده في اول شهر يعني بالذات. وطبعا في مونثلي الاونس او اللي هو المنحه الشهريه او الستايبند زي ما هي اسمها. المنحه الشهريه دي بتكون رقم ثابت كل سنه بيتغير، بس بيبقى هو رقم لكل الناس. بس في فرق واحد، الناس اللي في لندن بتاخد فلوس اعلى شويه من الناس اللي بره لندن، لان تكاليف المعيشه في لندن اغلى كتير. كل اللي قاعدين في لندن بياخدوا نفس الفلوس، وكل اللي بره لندن بغض النظر عن فين بياخدوا نفس الفلوس اللي هي اقل شويه من الفلوس بتاعت لندن. كام المبلغ مش معروف، مش بيتعلن السنه دي يعني، بس هو المفروض بيكون مبلغ كافي ان انا هعيش طبعا غالبا في مكان يعني مشترك، سواء سكن جامعي او مأجر مع ناس، ومصاريف الاكل والشرب وحاجات زي كده. هم مش بيغطوا ومش بيوفروا الاقامه نفسها، هم بيدوني فلوس وانا اتصرف. عايز اصرف اكتر منها، عايز اصرف نصها، عايز ما اصرفش حاجه خالص واحاول عند واحد صاحبي، مش يعني هم بيدوك الفلوس ويقول لك اتصرف. وكل واحد بيغطوا كمان مصاريف الفيزا يعني الفيزا للستودنت. كلنا عشان نروح ندرس في بريطانيا بنحتاج فيزا الطلبه، هم اللي بيغطوا الموضوع ده. وبيعملوا كمان في بعض البلاد اللي بيطلب منها تي بي تيستنج، اللي هو السل، مرض التي بي. فده برضو لو هو مطلوب كجزء من الابلكيشن، او يعني كجزء لو انا في بلد مطلوب منها اختبار السل، فهم بيدفعوا ستايبند او مساهمه حوالي 75 بالظبط 75 جنيه استرليني، مش حوالي. ده الماكسيمم يعني لو هو اغلى من كده هدفع انا الفرق، لو هم اقل من كده هيغطوه مباشره. وبرضو يعني زي ما انا قلت بيدوا فلوس اضافيه في اول شهر، وبيدوا فلوس برضو اضافيه في الغالب في الاواخر قبل السفر. طيب الفلوس بقى المنحه مش بتغطي ايه؟ مش بتغطي مصاريف لاي حد معايا، لو انا مسافر معايا حد وهم غير مسؤولين عنه زي ما انا ذكرت. الحاجه الثانيه ان الانترفيوهات للناس اللي ان شاء الله يتعمل لها شورت ليستنج
يعني يتم دعوتهم لانترفيو. فالانترفيو ده بيبقى في مقر السفاره البريطانيه في البلد اللي انا منها. انا مصري، الانترفيو بيبقى في السفاره البريطانيه في مصر. طيب لو انا بقى كنت مسافر في الوقت ده، او انا بشتغل بره، او انا من محافظه تانية ومحتاج اروح الانترفيو، هم مش بيغطوا بقى مصاريف مثلا الاعاشه او الانتقال او الاقامه، فدي برضو كل شخص مع مسؤوليته. فحتى لو مثلا شخص، بتكلم في مصر، حد من الفيوم مقدم، ولا من اسكندريه، ولا من اي محافظه، من سوهاج، فلازم هيروح السفاره في القاهره، وهو المسؤول او هي المسؤوله عن مصاريفه الشخصيه. الحاجه الثانيه كمان ان الجامعه مش بتغطي اي ابلكيشن فيز سوري، المنحه مش بتغطي اي ابلكيشن فيز للجامعات، لان طبعا في جامعات كتيره بتطلب 50 و75 و100 و120 باوند عشان اقدم عليها، فدي فلوس المنحه مش بتغطيها. والمنحه كمان مش بتغطي الديبوزيت او المقدم لو الجامعه طلبت الديبوزيت ده. هو طيب الموضوع ده برضو اوضحه، وانا كمان مريت بيه. انا لما اتقبلت الجامعه قالت لي مبروك انت اتقبلت، هات فلوس عشان كونفيرم البليس بتاعك. وانا في الوقت ده كنت شورت ليستد اوريدي من تشيفنينج. فساعتها قلت لهم انا ما عنديش الفلوس دي، وانا شورت ليستد من تشيفنينج، والانترفيو بتاعي يوم كذا، وهسمع منهم يوم كذا، فبليز هولد اون، يعني استنوني. فهم وافقوا. المنحه بتقول ان هي غير مسؤوله عن ان انت تعمل يعني تسكيور او تامن مقعد لنفسك او لنفسك في الجامعه، دي حاجه منك للجامعه، لكن انت بس بتقول لهم على تشيفنينج ان هم يعني انا مقدم ومستني. لو الجامعه وافقت، ومعظمهم او كتير جدا منهم بيوافقوا فتمام، لو الجامعه ما وافقتش فدي مسؤوليتي الشخصيه وفقا للمنحه. طيب انا اعمل ايه عشان ما ادفعش فلوس تقديم على الجامعه دي؟ مفيش حاجه تتعمل. يعني هي الجامعات للاسف، هو ده برضو بيزنس كبير، يعني الجامعات بتطلب، او في جامعات كتيره بتطلب ابلكيشن فيز، فلازم ندفعها. لو ما عنديش مقدره ان انا ادفعها، فاشوف جامعات تانية. في جامعات برضو كتيره مش بتطلب ابلكيشن فيز، وانا انصح الناس اللي هي يعني مش ناويه تدفع ابلكيشن فيز، تتاكد بس الاول من البرامج اللي هي عايز تقدم عليها دي على الجامعات، تشوف على الويب سايت، عشان لو بعد كده طلبوا فيز وانا معيش، فانا كده ضيعت خانه. وعلى فكره تشيفنينج نسبيا يعني فيري ستريكت في موضوع ان انا الجامعات اللي اكتبها في الابلكيشن هي دي اللي انا لازم اتقبل في واحده منهم. يعني ناخد بالنا عشان ما اضيعش على نفسي فرصه كبيره، لان في ناس بالفعل تم رفضها لان هي اتقبلت في المنحه وقالت انا هدرس برامج س وصاد وعين اكس واي زد، وبعدين جابت الاوفر ما اتقبلتش في البرامج دي، وجابت الاوفر من جامعات تانية، فتشيفنينج رفضوهم. برضو لو في اي استثناء ده راجع للمنحه، انا ما اقدرش اتكلم عن حاجه زي دي، لكن يعني هي دي التجربه، فلازم اتاكد كويس جدا. وزي ما انا قلت في الفيديوهات، انا مش لازم اقدم على البرامج دي في وقت التقديم على المنحه، عادي جدا اقدم بعدها، بس لازم اكون عملت سيرش كويس جدا على البرامج، لان انا كمان بكتب في البيرسونال ستيتمنت انا اللي اخترت البرنامج ده، فلازم اكون عارف البرامج دي كويس، واتاكد ان انا شروط القبول بتاعتها يعني I meet these conditions، ان هو مثلا لو طالب تقدير معين، طالب انجليزي معين، طالب مش عارف ايه، فلازم اتاكد ان انا ليا فرصه قبول، علشان واتاكد كمان ان الديدلاين امتى علشان ما اكتبهاش وبعدين اجي اقدم الاقي ان انا معيش فلوس ادفع ابلكيشن فيز، او مجموعي ما يجيبهاش، او الحاجات اللي زي دي، فيبقى انا ضيعت على نفسي خانه. في استثناء وحيد بس في موضوع الابلكيشن فيز في بعض الجامعات ومش كلها، بعض الجامعات لو انا جاي من دوله عليها عقوبات او ما فيهاش اونلاين بيمنت، زي السودان، زي سوريا، حاجات زي كده مثلا، يعني انا معايا الفلوس بس انا ما اقدرش عشان انا من مواطن من هذه، ففي الحاله دي هم بيقولوا كونتاكت اس، وبرضو السلطه التقديريه والقرار راجع للجامعه بقى، دي حاجه بره المنحه. وبرضو الحاجات اللي ما بتغطيهاش المنحه، لو في امتحان ايلتس او توفل او حاجه زي كده، ده مش مشمول في المنحه. الحاجه اللي هتكلم فيها في التغير الكبير هو فكره الورك اكسبيرينس. المنحه واضحه جدا وصريحه السنه دي، بتقول لازم يكون عندي 2800 ساعه شغل حاصل، يعني خدتهم كلهم بعد التخرج من الجامعه، بعد التخرج من الجامعه. فبالتالي اي حاجه انا واخدها قبل اي شغل عندي
قبل تاريخ التخرج من الجامعه لا يحسب. وهم كمان كاتبينها امتى بقى تاريخ التخرج، قال لك من الاخر كده لو انت متخرج بعد اكتوبر 2023 ما تقدمش، انت لسه غير مؤهل هذه السنه دي. فلو انا متخرج اكتوبر 2023 او قبل كده اي سنه اقدر اقدم. انا بقى متخرج السنه دي، السنه الجايه هتخرج لسه في وقت التقديم عن منحه، فمش هينفع اقدم. وانا اتكلمت برضو في نقطه وجالي عليها تعليقات، فكره قلت لو في انترنشيب او امتياز او حاجه زي كده ممكن ما يتحسبش. برضو للتوضيح، لو انا خدت الشهاده، حصلت على الشهاده وبعدين بدات بقى شغل اجباري مش اجباري، بس ان انا يعني معايا هي الشهاده بتقول ان انا متخرج من كذا وتاريخ البدء بعدها، فدي تتحسب. لكن وفقا للي انا فاهمه كده، لو انا اي حاجه شغل او يعني منحه، قصدي تدريب او انترنشيب او اي حاجه زي كده عاملها قبل تاريخ الجامعه بتاع التخرج، فده مش هيحسب. وزي ما قلنا فول تايم، بارت تايم، عمل تطوعي، انترنشيب مدفوع مش مدفوع، الحاجات دي كلها بتتغطى. ال 2800 ساعه بيتحسبوا ازاي؟ ال 2800 ساعه بس بكتب تاريخ البدء بتاع الشغل وتاريخ الانتهاء وعدد الساعات المطلوبه مني، اللي هم في اي دوله بيبقوا في الغالب ما بين 35 ل 40 ساعه في الاسبوع. نشوف الكلام ده. طب اجيبهم منين؟ من قانون العمل او من مواعيد العمل بتاعتي. لو انا شغلي من 9 ل 5 دول 8 ساعات، وحتى بقى مثلا ممكن يبقى القانون بيقول ان انا عندي فيهم نص ساعه او ساعه لانش بريك او كده. المهم ان انا اشوف القانون بيقول لي في الاخر والعقد بتاعي عدد الساعات اليوميه بتاعه الشغل قد ايه. هل انا بجيب بقى دليل على الحاجات دي وعلى الساعات دي؟ لا، مش مطلوب مني، لان الابلكيشن فيز ما فيهاش اصلا ابلود لاي حاجه، يعني لا شهاده الجامعه ولا الريفرنسز ولا الحاجات دي كلها. انا بس بكتب بمنتهى الامانه شغلي بداته امتى وانتهيته امتى وامتى وايه عدد الساعات بتاعته، وهم بيحسبوا. وبعدين غير كده انا كمان في الريفرنسز بيبقى مطلوب مني 2 ريفرنسز، فانا المفروض يكون مثلا ممكن يكون واحد فيهم من الشغل، فهم برضو هم من حقهم يعملوا فيريفيكيشن بس في مرحله او يعني تحقق من الموضوع ده. لكن في مرحله التقديم مش بيطلب مني ابلود عقد عمل ولا مش عارف ايه. طيب الريفرنسز انا مش يعني بس في المرحله بتاعه التقديم بكتب اسم الشخص، مثلا دكتور فلان او دكتوره فلان او مديري او حاجه زي كده. عادي ممكن الاثنين يبقوا اكاديميك، ممكن الاثنين يبقوا بروفيشنال، ممكن يبقوا واحد وواحد. ومش بيطلب مني الجواب نفسه، انا بس بحط البيانات بتاعتهم بتاعه الاتصال. وبعدين لو انا اتعمل لي شورت ليستنج، تشيفينج هتكونتاكت مي، تطلب هتكونتاكت الريفريز بتاعتي، تطلب منهم يكمل ويعمل ابلود للريفرنسز، وكاتبين ان هي مسؤوليتي انا كمتقدم ان انا اجيب الريفرنس ليترز وان انا اعمل لهم ابلود لما اجيبهم. والريفرنس ليتر ده لازم يكون موجه لمعنون، يعني ادريسد، موجه للسفاره البريطانيه مثلا، اللي هي يعني مش تهومه مي كونسيرن، مش الى من يهمه الامر، لا، الى السفاره البريطانيه او الى اداره في البلد الفلانيه اللي هي بلدي اللي انا مقدم منها، او الى من اداره منحه تشيفنينج في كذا. هو الويب سايت بيقول ان الريفرنس ليتر ده لازم يبقى بالانجليزي او لو بلغه تانية زي مثلا العربي في حالتنا، فبحط الاصلي وبحط ترجمه معتمده مختومه معاها، يبقى بعمل لهم ابلود. يا اما الاثنين التو ليترز بقى دول، ولو معاهم ترجمه لو هم مش بالانجليزي بعمل لهم ابلود كفايل واحد، او ممكن برضو بيقبلوهم تقديم باليد، يعني لو في حد لسه عايز يروح يقدم. طيب لو انا دلوقتي حطيت ريفرنسز وحبيت اغيرهم بقى بعدين لما هم يطلبوا مني، المنحه بتسمح بده بس بعد ما اتواصل معاهم واشرح لهم الموضوع وافسر لهم كمان ليه انا عايز اغير ده. يعني مثلا ممكن يكون حد توفى، حد مثلا يعني كان في مثلا دكتور او مدير سابق او حاجه زي كده توفى او بقى مسافر مش موجود او غير تليفونه ومش عارف اوصل له، ايا كان السبب اللي مخليني فعلا عايز اغير. فانا احاول من دلوقتي افكر في مين الاثنين دول، اكاديميك او بروفيشنال، اللي انا عايز احطهم. وقبل ما احط اساميهم او قبل ما اعمل سبميت للابلكيشن، لان انا ممكن املاها واعمل سيف، اتاكد معاهم بس واقول له انا مقدم على منحه، وممكن اقول له مثلا كمان مقدم على جامعتين 3، يا ريت لو ممكن تعمل لي الريفرنس ليتر ده.
وفي الريفرنس ليتر هو بيتكلم عن طباعي وعن شغلي وعن اجتهادي وعن الانتربيرسونال سكيلز والليدرشيب والحاجات دي، يعني حاجه تعمل اندورسمنت او يعني تزود فرصي او تدعمني في التقديم بتاعي. اخر حاجه هتكلم فيها قبل ما اشوف بقيه التعليقات هي نقطه طبعا مهمه جدا، الاسي كويستشنز اللي هي اسمها بيرسونال ستيتمنتس اللي هي المقالات. طيب انا عندي 4 اسئله، السؤال الواحد كلهم نفس الفكره، لازم اجاوبهم بحد ادنى 100 كلمه وبحد اقصى 300 كلمه بالانجليزي طبعا. ما ينفعش اكتر من 300 كلمه وما ينفعش اقل من 100، من 100 ل 300. لازم انا اللي اكون كاتبهم، يعني وانت بتقدمي او انت بتقدم لازم انتوا اللي تكتبوهم، لازم يكون بيعكس رؤيتكم وبيعكس شخصيتكم وطموحكم. ولو انا حطيت بقى حاجه كده جينيريك زي ما بيقولوا حاجه ملهاش روح، فغالبا يعني فرصي في القبول مش هتتقبل. ومكتوب، والنقطه دي برضو انا هوضحها علشان اتسالت فيها كتير من السنه اللي فاتت، حتى هم قايلين بوضوح ممنوع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاي اي في كتابه الاجابات. طيب انا يعني هي دي القاعده خلاص. هم طب انا اعمل ايه؟ طب انا ممكن اخليه مش هقدر اقول هو اللي قايلينه مفيش استخدام للذكاء الاصطناعي. طب لو انا الانجليزي بتاعي مش قوي بما فيه الكفايه ان اكتبه ومحتاج الاي اي، انا هتكلم معاكم بمنتهى الصراحه، لو الانجليزي بتاعكم مش قوي كفايه انكم تكتبوا 300 كلمه تعبروا فيهم عن اهتمامكم بالمنحه، فهو كده الانجليزي بتاعكم مش قوي كفايه ان انتوا تدرسوا في بريطانيا او تتقبلوا في الجامعه او تعدوا ايلتس للمطلوب. فيبقى انا في الحاله دي بما ان تشيفنج عمرها ما كان عندها حد اقصى للسن يعني، او هي حاليا ما عندهاش، فيبقى انا لو انا في المرحله دي اعمل اولويه ان انا احسن الانجليزي بتاعي، اشتغل عليه. عملت برضه فيديوهات عن الموضوع ده وازاي استعد الايلتس والحاجات دي كلها، لازم ابقى بكتب. فانا ما هو على فكره لو حد مثلا الجامعه بتقبل سكور مثلا ايلتس من 6 او 6 ونص، هو 6 ونص ده مش بيرفكت، بس 6 ونص ده يخليه يعني يتعامل ويقدر يدرس. فالانجليزي بتاعي لو انا هقدر اكتب حتى لو في اخطاء ممكن اشوف بقى ازاي مثلا اعمل مراجعه او حاجه زي كده، لكن لازم اكتبه بنفسي وابذل فيه مجهود جامد جدا. ودي انا عندنا تقريبا دلوقتي شهرين، يعني هي تقفل يوم 7 اكتوبر. انا لو انا هقدم السنه دي هقعد الشهرين دول كلهم كده، يعني اعمل طبعا ريسيرش عن البرامج اللي انا عايز اقدم عليها، وهقعد اشتغل على الاسي دي، اشتغل على الاربع اجابات دول، لان هم دول كام واحد، عشرات الالاف عندهم كل الشروط الثانيه ان هم من البلد دي ودارسين ايه وعندهم 2800 ساعه يعني عشرات الالاف عندهم الحاجات دي. لكن مين بقى اللي فعلا عنده القدره انه يثبت انا ليه قيادي، انه يثبت انا ازاي هستفيد وهفيد الناس بالبرنامج ده، انا ليه مهتم بالحاجات دي؟ هي دي الحاجه الاساسيه اللي بيقيموا عليها. الحاجات التانية دي بس كده في الاول عشان السيستم يقبلني او يرفضني، لكن بعد كده السيستم بيقبل ناس كتير جدا، لكن هم بقى اللي بيتقبلوا في المنحه بعد كده، اللي بيعمل لهم شورت ليستنج وبعدين بيتقبلوا، هم الناس اللي قدرت تكتب اسئله اجابات للاسئله دي قويه جدا. انا برضو هتكلم عن الاربع اسئله بسرعه. اول واحد leadership experience، لازم اكون بتكلم عن القياده. بيقول لك اشرح موقف. الاسئله كلها قدر الامكان انا عايز نعملهم بالاسلوب اللي هو بيسموه ستار، اللي هو situation task action result، تمام، او كار context action result، ان هو بحكي موقف انا اتحطيت فيه وبعدين بحكي ازاي قدرت ان انا اوري ان انا عندي قياده leadership skills وقدرت اتخطى الموقف ده. طبعا موقف لازم يكون ليه علاقه قدر الامكان بشغل، بدراسه اكاديميه، بحاجات زي كده، كان في مشكله التيم واقع فيها عملت ايه. يعني كل شخص بقى يدور ويشوف ايه الموقف اللي فعلا عمل فيه دور قيادي وازاي اقدر ابروزه من غير طبعا غرور، وفي نفس الوقت من غير ما ابقى يعني متواضع بما فيه يعني متواضع زياده عن اللزوم. لا، لازم ابقى عامل بالانس ما بين ان انا بوري نفسي ان انا تيم بلاير وفي نفس الوقت عندي ليدرشيب. تاني سؤال
بيتكلم عن relation building and influence. ازاي انا عندي قدرة على بناء العلاقات والتأثير في الناس والتشبيك، يعني مش بس ان انا شخص اجتماعي وبيعرف يتعرف على ناس وخلاص، لا، ده انا ازاي لو انا اتحطيت في موقف زي ان انا في كونفرنس ولا في شغل ولا في تشيفنينج، اجتماع للتشيفنينج او حاجة زي كده، ازاي اقدر الاقي ناس عندها نفس الاهتمامات ومثلا اقدر اعمل معاهم شغل مشترك، او ازاي قدرت اجيب كلاينتس ايا كان. فهو بيقول احكي لنا عن علاقاتك المهنية اللي انت بنيتها وحافظت عليها that you built and maintained. وبيقول في الإجابة بتاعتي لازم أوضح 4 نقط: العلاقة دي عملتها ازاي، وايه اللي يخليها علاقة مهمة، ايه العوامل اللي ساعدت في العلاقة دي، وانا استفدت ايه. والفيديو ده على فكرة هيتسجل يعني، فاللي بيشوفه لايف دلوقتي مش لازم يعني يكتب او يلاحظ، الحاجات دي كلها هتنزل نفسها في فيديو. وبعدين بيسأل برضو طيب بعد بقى ما عملت العلاقات ازاي قدرت تحافظ عليها او تطورها زيادة. واخر حاجة ايه المهارات اللي عندك، او ازاي المهارات اللي عندك تخليك تقدر تبني كونكشنز مع تشيفنينج كوميونتي اند بيوند تشيفنينج كوميونتي وما بعد تشيفنينج كوميونتي. وثالث سؤال بيتكلم عن الكورس تشويس، اسمه كورس تشويس اند جلوبال تشالنج. بيقول اشرح الفيرست تشويس. ما انا عندي 3 اختيارات للبرنامج اللي هدرسه، 3 اختيارات. البرنامج الاول هو المفروض يكون البرايورتي بتاعي، يعني اكتر واحد انا عايزه واكتر واحد فعلا انا حاسس ان انا ممكن اتقبل فيه، اخليه هو ده اختياري الاول. بعدين بقى في السؤال ده بجاوب بس عن اختياري الاول. فليه اخترت الاريا دي اللي هو المجال الدراسه ده، وازاي الكورس اللي انت اخترته ده هيدي لك الادوات او يعني والاكويب يو انك تقدر تساهم في معالجه هذه المشكله. مشكله ايه؟ هوضح. او الموضوع ده، وليه اخترت الجامعه دي بالذات في بريطانيا، وازاي how do you plan to immediately apply the knowledge. ازاي ان انت مخطط انك مباشره بعد يعني التخرج والعوده للبلد ان انا اقدر اطبق المعرفه والمهارات اللي اتعلمتهم دول بعد الدراسه. طيب ايه بقى موضوع البرايورتي اريا والثيمز او الموضوعات اللي انا بختارها دي؟ طيب هم قايلين ان الدراسه مفتوحه لكل المجالات، ولكن قايلين احنا عندنا برايورتي ارياز. برايورتي ارياز يعني اريا هنا بمعنى مجال دراسه، يعني فيلد بتاع دراسه، مش مكان جغرافي. فالبرايورتي ارياز دي الاماكن اللي ليها الاولويه، قالوا على 4 حاجات ليها اولويه. فطيب لو انا عايز ادرس حاجه تانية، احاول قدر الامكان اشوف ازاي ممكن اربطها بالحاجات دي. اول حاجه promoting growth and prosperity، اللي هو الترويج للنمو والرخاء. يعني حاجات مثلا ليها علاقه بالاقتصاد، حاجات ليها علاقه بالبيزنس، حاجات ليها علاقه بتحسين اوضاع البيئات الاكثر احتياجا او القرى او كذا. دي حاجه. الحاجه الثانيه اسمها بالانجليزي، انا اقول لهم بالانجليزي الاول، building resilience in a climate vulnerable world. يعني ازاي اقدر الريزيلينس اللي هو زي الصمود، يعني ازاي نعمل بناء الصمود في عالم هش من ناحيه المناخ. يعني بيتكلم عن من الاخر كده الحاجات اللي ليها علاقه بالكلايمت، المناخ، الدراسات اللي ليها علاقه بالبيئه والمناخ والطاقه المتجدده والكربون فوت برنت والحاجات دي كلها، التلوث، يعني دي كده ده حاجه عنها. والحاجه الثالثه هي strengthening security and stability in a volatile world، يعني تعزيز أو تقوية الأمن والاستقرار في عالم volatile، يعني أو عالم غير مستقر. يعني لو في حاجة ليها علاقة ببناء السلام، حاجة ليها علاقة ب security studies، حاجات زي كده، فهم التحديات الأمنية. ممكن يكون حد مثلا عايز يعمل دراسات عن الحركات المتشددة أو الحركات المسلحة، يبقى ده بيساهم في تعزيز. يبقى شوف اللينك اللي أنا عايز أعمله وأعمل كده. أنا مش بقول إن أنا الدراسة اللي أنا هعملها هي اللي هتخلي العالم مكان أحسن، لكن أنا بحاول أشارك، أساهم، أكونتريبيوت للحاجات دي. ورابع حاجة هي supporting development for more inclusive and effective societies، أو دعم التنمية لمجتمعات أكثر شمولية وفاعلية. يعني مثلا inclusion ده more inclusive، يعني بنتكلم الناس اللي دايما بتكون فئات مستبعدة مثلا في العادي، فازاي احنا ممكن نعمل لهم تضمين. يعني الانكلوجن ده ممكن يبقى بيتكلم عن
المرأة الشباب، باعتبار ان هو حول العالم المرأة والشباب يعتبروا فئات تهميش يعني مهمشة مقارنة مثلا بالرجال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقليات أو حاجة زي كده. فيبقى أنا الأربع حاجات دول: promoting growth and prosperity, building resilience in a climate vulnerable world, strengthening security and stability in a volatile world, و supporting development for more inclusive and effective studies. دول الأربع حاجات البريوريتي areas. يعني هم مش قايلين إن المجالات التانية مستبعده، لكن قايلين دي المجالات اللي ليها الاولويه عندنا. واحنا على فكره ممكن بغض النظر عن، انا ممكن اكون بدرس بابليك هيلث مثلا، صحه عامه، وانا ممكن اربطه بالحاجات دي. ازاي ده هيساهم في، ممكن يكون عندي مثلا اسبكت او جانب بيئي عايز اعمله، او حاجه تكون هتساعد مثلا المجتمع في مشروع خيري في حته مثلا محرومه من خدمات طبيه، حاجات زي كده. فانا احاول اشوف قدر الامكان ازاي اربطها بالموضوع ده. ورابع سؤال بيسالني عن الكارير بلان اند امباكت، اللي هو بيقول لك قول لنا كده الميديوم اند لونج تيرم كارير بلانز، اللي هي المدى المتوسط والبعيد، هتعمل فيهم ايه؟ واربط الموضوع ده بتحدي او اولويه بلدك او المنطقه الاقليم اللي انت فيها بيواجهه. يعني مثلا، لان زي ما انا قلت الهدف من المنحه ان انا ارجع اعمل امباكت او اثر ايجابي في البلد اللي انا فيها، فانا لازم يكون في سيلف بروموشن الى حد ما بشكل محترم ورزين في الحتت اللي انا بتكلم فيها عن القياده، وفي نفس الوقت سيلفلسنس، او ان هو يعني ان انا انسان غير مهتم بذاتي فقط، ولازم ان انا مهتم بالمجتمع وببلدي، وازاي هربط الكارير بلان انا لما ارجع هعمل ايه، وده هيفيد ايه، وليه ده عندنا مشكله. فالبلد اللي انا فيها اكيد كل البلاد فيها مشاكل، احاول اشوف ازاي الحاجات اللي انا بعملها دي هتقدر تعالج مشكله. ويا سلام لو المشكله دي كانت برضو لينكد للبرايورتي ارياز اللي ذكرناهم من شويه. What impact do you intend to make in your home country or region؟ ايه الاثر اللي عايز تعمله في بلدك الام؟ ازاي الكارير بتاعك هيربط يعني هيرتبط باللي انت عايز تدرسه، يعني اللي انت بتعمله دلوقتي واللي انت عايز تدرسه في بريطانيا او انت واللي عايزين تعملوه لما ترجعوا، ازاي الحاجات دي مرتبطه ببعض. وبيسالني كمان ايه هي الباريرز او العوائق او الحواجز اللي ممكن اواجهها وانا بحاول اعمل ده. لان برضو في حد قبل كده كان قال لي انا عايز اعمل بحث هيقضي على الديمنشا، اللي هو يعني الخرف بتاع السن الكبير او حاجه زي كده. فانا قلت برضو ما ينفعش ان انا، يعني دي حاجه حلوه قوي ان انا احطها كاند جول، هدف عام عايز اعمله في الاخر، لكن مش منطقي ان انا العادي ان كل الناس رايحه انا هرجع اخترع الذره، وانا هرجع نوصل لكوكب ايه، وانا هرجع نقضي على مرض ايه حول العالم. لا، يعني ممكن احط ده كصياغه لحاجه برجو ان انا اعملها. انا ما بقولش ان احنا ما نحلمش حلم كبير، لا بقول الكلام ده، بس لازم الهدف اللي انا عايز اعمله يبقى سمارت. سمارت قلنا قبل كده في فيديوهات تانية اختصار ل specific measurable، يعني محدد، قابل للقياس، achievable قابل للتحقيق، realistic يعني واقعي، وتايم باوند. هم دول الاختصار بتوع سمارت. تايم باوند يعني مرتبط بالزمن. فانا احاول قدر الامكان اقول في خلال اول سنتين مثلا انا هعمل كذا، بعدها بعد 5 سنين هعمل كذا، بعد 10 او 15 سنه هعمل كذا، وصولا الى ان انا نفسي يحصل كذا، او ابدا ان انا نفسي يحصل كذا بس علشان اساهم في ان ده يحصل انا هبدا اعمل كذا بعد ما ارجع وبعدها بكذا. طيب الخلاصه بقى، عشان دي اخر نقطه خلاص، وبعدين نشوف لو في اسئله تانية انا ما جاوبتش عليها، ان انا لازم اربط الاربع اسئله ببعض. انا عايز اللي بيقرا المقالات ما يبقاش حاسس ان احمد كتب دي وحسين كتب، لا، يعني انا شخص عارف انا عندي قياده وبعمل كذا ومهتم واحاول اربط الحاجات دي كلها ببعض، وزي ما قلت احاول اربط الموضوع ده بالبرايورتي ارياز. طيب انا كده خلصت النقط اللي عندي دي، وجاوبت على، طبعا جمعت كل التجميعه بتاعه الاسئله ال 300 تقريبا وشويه اللي جولي. خليني اشوف الاسئله، لو عندكم اسئله لسه انا ما جاوبتش عليها يا ريت تقولوا لي. طيب ما هي شروط المنحة؟ أنا قلتها. تخصص ممكن محاسبة، أنا قلت برضو على موضوع التخصصات.
المواقف القيادية اللي بنمر بيها ممكن نثبتها بفورم جوجل درايف مكتوب فيه بيانات اللي شاهدوا الموقف ده؟ لا، كل اللي انا عندي فقط المساحة النصية اللي انا بكتب فيها، مفيش اتاتشمنت، مفيش صور، مفيش لينك، مفيش شوفوا مين يشهد على الكلام ده. لازم انا اصيغ القصة اللي حصلت دي باسلوبي وباسلوب يوري الحاجات دي، لكن انا غير مسموح ليا غير باستخدام البوكس ده. طبعا وانا بشتغل على ابلكيشن بشتغل عليها بره في وورد دوكيمنت وبسيف، ولو كتبت حاجه انا ممكن اكتب حاجات كتيره وابداها واعمل سيف بروجرس، او ممكن اعمل يعني اخرج من غير ما تسيف. انا في الاخر خالص مش هيبعت غير لما ادوس على سبميت. فخلينا برضو نشتغل بره. وحاجه كمان نقطه فرعيه كده يعني ما ذكرتهاش قبل كده بس هنحاول، وهو حتى المنحه بتقول كده وانا بقدم احط الايميل الشخصي بتاعي. يعني ما احطش ايميل جامعه، ما احطش ايميل شغل، احط الايميل الشخصي بتاعي، علشان لو حصل مثلا ممكن الناس تغير شغلها حاجه زي كده، يعني الايميل هو الطريقه الوحيده اللي اقدر اعمل بيها اكسس للابلكيشن. شروط المنحه قلتها. طيب في برضو الثانويه العامه، انا قلت ان دي منحه للماجستير بس مفيش سن اقصى. نفس في برضو سؤال جالي ان هو هل الخبره العمليه لازم تبقى في نفس مجال الدراسه بتاعتي؟ طيب انا المفروض رايح عندي كارير بلان. انا ممكن اكون درست حاجه، ناس كتيره جدا وناجحه في مجالاتها جدا درست حاجه في الجامعه وبعدين خرجت اشتغلت في حاجه تانية خالص. وكتير جدا حتى يعني انا اعرف ناس كانت مش دارسه مثلا اي حاجه لها علاقه بالكمبيوتر وشغاله بروجرامرز وشغاله سوفت وير ديفلوبرز وحاجات زي كده بالتعلم من الكورسات. فهو الشخص ده مثلا كان دارس تجاره او اداب او هندسه او ايا كان، مش شرط ان هو يكون بيشتغل هندسه. بس لو انا بقى اتخرجت من هندسه وقاعد بشتغل بروجرامر وبعدين رايح اقدم تاني على ماجستير في الهندسه المدنيه او مثلا في الاداب لو انا متخرج من اداب، لا مفيش علاقه. انا لازم اوضح لهم انا ليه بشتغل في المجال ده، وهو ده المجال ده اللي انا بشتغل فيه وعندي فيه معظم سنين الخبره اللي انا هقدمها، هو ده اللي لازم يكون مربوط بالمجال اللي انا رايح ادرسه. عادي ممكن اكون اتخرجت من مجال وبشتغل في مجال تاني، بس ما ارجعش بقى اقول لا طب انا كل سنين الخبره اللي عملتها دي ما تحسبش في حاجه وانا عايز اعمل ماسترز للمجال اللي انا عملته. او لو عايز اعمل كده لازم اوضح انا ليه هعمل ده وازاي الخبره دي فادتني في ده. فهو باختصار مفيش ما يمنع، ولكن لازم اقنعهم، لان زي ما انا قلت الاسئله مش الاسئله الحاجات التانية، مين معاه شهاده ايه ومين سنه كام ومين ايه، الحاجات دي كلها الافات بيجوها، لكن كام واحد بقى بيقدر يقنع اللي بيقرا بالكارير بلان والستاديز بتاعته. ممكن نقدم ماستر مش نفس اختصاص، برضو ده سؤال لحسين. انا اتخرجت من كليه حقوق وعايز ادرس امن دولي. طيب هو المفروض ان ده سؤال محمد صبري، المفروض ان انا يكون عندي خبره عمليه بالفعل. فلو انا عندي خبره عمليه في مجال الامن حتى لو انا متخرج من حقوق فتمام. لو ما عنديش خبره في مجال الامن وعايز ادرسها يبقى انا لازم اوضح انا ليه عايز ادرس واعمل كارير شيفت واعمل كذا واعمل كذا. فيعني هي برضو في الاخر مسموح لي اعمل اللي انا عايزه، بس المهم ان انا اقنعهم لان هم في الاخر هم اللي بيقبلوا او يرفضوا. لو حد معاه إقامة دولة في الخليج يعمل انترفيو هناك ولا لازم من بلده؟ لازم من بلده. الحل الاستثناء الوحيد للانترفيو انه مش في البلد، في مثلا البلاد اللي فيها حرب زي مثلا في السودان، وربنا يعني يسلم الناس كلها هناك يا رب، والحرب ان شاء الله يعني تنتهي والمعاناه تنتهي. لكن مثلا السفاره البريطانيه قافله اصلا بسبب الحرب، وفي عشرات الالاف مئات الالاف خرجوا من السودان راحوا لدول تانية. فالناس دي ساعتها بتتواصل لو اتعمل لهم شورت ليستنج، هي السفاره نفسها مش في السودان، فبيتواصلوا بقى مع السفاره، والسفاره سواء بتقرر بقى مثلا تخليهم يروحوا للسفاره البلد اللي هم فيها او يتعمل اونلاين. لكن يعني دي حاجه تبقى اكسبشن او يعني استثناء للقاعده مش قاعده عامه. لكن القاعده العامه انا مسافر عشان بقى بشتغل عشان بتفسح عشان اي حاجه وجالي انترفيو لازم ارجع. وغير كده انا كمان وضحت ان انا لازم ابين لهم ان انا اصلا عندي علاقه بالبلد. فاللي هو طب اصلا انا في الرياض وشغال في الرياض ممكن اعمل انترفيو من الرياض، طب هتعمل ايه في القاهره بقى مثلا لو انت من مصر هترجع امتى هتشتغل ايه؟ فاهم.
أنا من أوائل دفعتي، إزاي ممكن أسوّق للنقطة دي في ملف منحة chevening؟ طبعًا دي نقطة مهمة، هي منحة chevening زي ما أنا وضّحت إن هي مش منحة بالأساس المساعدة المالية، ولكنها منحة للجدارة. فأنا وأنا باشرح الcareer plan بتاعي أو وأنا باشرح الleadership بتاعتي، ممكن أوضّح برضه تفوّقي إن أنا كنت باعمل كذا، كذا، كذا مثلًا، سواء بقى في أنشطة في الجامعة أو كنت باعمل volunteering أو أي حاجة، أو كنت باساعد أصدقائي وزمايلي في الجامعة، وفي نفس الوقت أنا ملتزم بالدراسة وطلعت الأول. يعني دي أكيد حاجة نشوف لها مدخل يتحط مثلًا في أسئلة القيادة أو في الcareer plan أو في حاجة زي كده، لأنها بتوضّح. هي مش شرط على فكرة، يعني في ناس تقديرها أقل بتتقبل من ناس تقديرها أعلى، ولكن أنا زي ما باوضّح الشروط، أي حاجة عندي أحاول ألينكها للشروط دي. زي برضه في حد سألني طب في كورسات معيّنة لو خدتها ممكن تساعدني في المنحة؟ برضه هو ما فيش كورس معيّن، لكن لو أنا عايز أثبت إن أنا ملتزم بfield معيّن وعايز أشتغل فيه، فبابدأ أقول بقى إن أنا كمان يعني عندي effort، بابذل مجهود زيادة، إن أنا لأ، ده أنا عايز أقوي معرفتي هنا، أو عايز أعرف ناس أكتر هنا، أو عايز يبقى عندي professional certificate هنا، فحاجات زي كده. برضه السؤال عن التخصُّص جاوبته. في سؤال عن الleadership قُلته. إيه الشروط اللي واجب توفُّرها في الشخص ليكون قائد في نظرهم؟ ده يعني زي ما أنا قُلت إزاي نوضّح القيادة دي. القيادة إن أنا عايز أورّيهم إن كان في مشكلة وإن أنا تدخّلت، أنا مش، وخصوصًا لو مش مطالب إن أنا أدخّل مثلًا، بس حتى لو أنا مثلًا مدير في الشركة، طبعًا أنا مطالب أتدخّل، بس إزاي قدرت إن أنا أحِل مشكلة بالتدخُّل، بالقيادة، بحاجة زي كده. ما لهاش فورمة وما لهاش اسطمبة، وهُم نَفْسهم كاتبين على الwebsite ما فيش حاجة اسمها ideal chevening candidate، يعني مش شخص لازم يكون فيه حاجات بالعدد وهي دي الحاجة اللي تتعمل، لأ، لكن لازم بس أوضّح إن القيادة دي، لإن أنا عايز أورّيهم إن أنا عندي potential أبقى قائد في بلدي لمّا أرجع، فأنا بادلّل على القيادة دي. والقيادة دي مش معناها إن أنا يعني البلد كانت بتغرق وأنا أنقذتها، مش لازم حاجة ضخمة يعني. القيادة دي أنا ممكن أكون حلّيت مشكلة، ممكن أكون ساعدت حد في وقت هو كان محتاج علشان المشروع يمشي أو البحث يمشي أو الدنيا مش عارف إيه. قدرت إن أنا عندي، لازم يكون الشخص اللي عنده قيادة عنده روح المبادرة. فدي برضه حاجة لازم أنا لو باكتب الessay بتاعتي هاوضّح فيها إن أنا عندي مبادرة، دي صفة من صفات القيادة. آمم طيب حد كاتب إن أنا عندي بكالوريوس الأول وفي سنتي الأخيرة من بكالوريوس تاني. طيب هو بالنسبة للchevening، البكالوريوس التاني ده أصلًا لو أنا باقدّم بيه، أنا نظريًا أنا لسه ما اتخرّجتش، فبالتالي ما ينفعش أقدّم، فأنا لازم أتكلّم عن البكالوريوس اللي فات بقى، يعني ده برضه وجهة نظري يعني. فأنا هاتكلّم إن أنا متخرّج ومعايا شغل. لو أنا بقى باعمل بكالوريوس عشان أعمل career shift، فممكن أجرّب إن أنا أوكي، أنا معايا، بس طبعًا هاحط البكالوريوس الأول بس، مش هاتكلّم بقى عن التاني. هاحط يعني أقدّم طبعًا بس بالأول، أحط البكالوريوس الأول وأتكلّم عن الشغل بتاعي. وبعدين ليه اخترت المجال ده، أقول بقى مثلًا ممكن أقول إن أنا كمان باتخصص فيه أو حاجة زي كده. بس أصلًا أنا هاتقبل في الجامعة من أنهي بكالوريوس. يعني لو أنا لسه، اللي سألت السؤال دي أنتِ لسه ما اتخرجتيش، فبالتالي ما تقدريش تقدمي لسه على جامعة، وعلى ما تتخرجي في شهر 6 اللي جاي ومش عارف إيه، غالبًا هيكون الdeadlines فاتت. فلازم تعتمدي على إنِّك عندِك البكالوريوس الحالي ده فقط. لو شخص بقى عامةً عنده 2، فالمهم ما دام يعني عنده بقية الشروط، فيقدر يشوف إزاي يربط الاتنين ببعض أو يربط واحد فيهم بس على حسب الحالة يعني. برضه عن المجالات. طيب أنا بيقول أنا محتاج أعرف من عروبة كيف باقدر أعرف معدّلي بالضبط، لإنه بيختلف، مرّات بيكون 2.1 ومرّات 2.2. والله اللي أنا هاقوله لك هو يعني اللي أنا هاعمله، ما فيش حاجة معيّنة هي المقياس، لكن في online converters، يعني زي كده أمّا باتكلّم تحويل online، باخُش على جوجل أكتب convert online مثلًا from Egyptian degree to UK score أو حاجة زي كده، وهو ده بيورّي لي، بيبقى في فروقات، وخصوصًا لمّا بيبقى رقم على
الحافه ما بين مقبول وجيد او جيد وجيد جدا مثلا، يعني بدي في مثال على مصر. ممكن يكون في بعض الجامعات بتقول ان بنستعمل الكونفرتر ده او بنستعمل السكيل ده، فلازم اخش على الجامعه نفسها. لكن لو عندي فروق يعني مش عارف بصراحه، ممكن احط الاحسن اللي يخليني احسن. بس هو طبعا يعني جامعات كتيره جدا بتقبل 2 1، وفي برضه جامعات بتقبل 2 2. اللي بيقبلوا 2 2 غالبا بيكون ترتيب الجامعات ده مش عالي قوي، لان هو 2 2 تقريبا يعني ما بعد ال 50% مباشره، يعني مجرد النجاح في الجامعات الرانكينج بتاعها يعني اهم او اكبر 10 15 20 جامعه هنلاقيهم، واكتر كمان هنلاقيهم بيختاروا 2 1، لان هو بيقول لك انا عايز تفوق اكاديمي. لكن 100% اعرف ناس كانت جايبه مقبول ودخلت، بس قبل يعني مش تشيفنج، دخلت جامعات يعني بمقبول وعملت ماجستير ودكتوراه كمان. طلبة البكالوريوس لو عايزين نستعد ناخد المنحة، نحضر لإيه غير اللغة؟ طبعا زي ما وضحت، طلبة البكالوريوس مش هيقدروا يقدموا أصلا غير بعد سنتين لو الشرط ده فضل موجود. فأنا من هنا للسنتين دول أحاول يعني أشتغل في أنشطة تطوعية، أقوي طبعا اللغة بتاعتي، وأحاول إن أنا أكتسب خبرة عملية في المجال اللي أنا عايز أدرسه. يعني ده باختصار. كنت طيب في سؤال من محمد صبري برضو بيتكلم عن عملنا لقاء مع رئيس الجامعة أو حاجة زي كده، فدي حاجة ممكن أوضحها في القيادة. يعني ده ممكن يكون نماذج، أنا طبعا مش عارف إيه بالظبط اللي حصل أو حاجة زي كده، بس ده بيوضح القيادة وبيوضح المبادرة. وخصوصا إن أنا كطالب، أنا يعني أنا ما أعرفش أنت كنت اتحاد طلاب ولا إيه، بس خصوصا يعني حتى لو اتحاد طلاب ودي شغلتي، او مش اتحاد طلاب، بس انا اقول ان حصل حاجه والناس كانت ممتعضه والناس كانت متضايقه، وعملنا مبادره مع بعض واتكلمنا مع رئيس الجامعه، فده طبعا مثال كويس على القياده. طيب لو تلخص خطوات التقديم يا نورهان. انا عملت الفيديو بتاع السنه اللي فاتت، وبرضه هحطه في التعليقات بعد اللايف. انا كنت عايز احطه قبل اللايف بس هحطه بعد اللايف مباشره. التقديم خطوه بخطوه، وبنفتح فيه الابلكيشن فورم. الابلكيشن فورم ما اتغيرتش، يعني حتى لو في بعض الحاجات شرط الخبره او حاجات زي كده، الفيديو لسه ابليكابل، وعملتها ابلكيشن من الالف الى الياء، فممكن تشوفي الفيديو ده. بالنسبه للجامعات الخطاب، طيب هو زي ما اتكلمنا كل جامعه بقى بتشترط حاجات بنفسها، لكن زي ما قلت ده اللايف ده بالاخص عن تشيفنينج، والفيديو بتاع الجامعات برضه هسيب اللينك بتاعه في اللايف 5 دقائق بعد ما نخلص الفيديو ده. بعد البكالوريا لا، بعد البكالوريوس بسنتين. هل ممكن البقاء في الدولة؟ لا، لا يمكن البقاء في الدولة. ده يعني تشيفرنج واضحة جدا في الموضوع ده، لازم العودة يعني. وخصوصا مفيش قعد في بريطانيا، مش هيمسكوني لو انا رحت حتة بعد كده. بس هو الفكرة ان انا بتفق او بلتزم او بوعدهم ان انا قاعد سنتين. هل الانترفيو بيكون صعب ولا؟ طيب هو لازم الانجليزي بتاعي طبعا يكون بيسمح ان انا بعمل كونفرسيشن في الانترفيو، زي ما انا هعمل كونفرسيشن مع زمايلي في الجامعه ومع دكاتره الجامعه. وعملت فيديو برضو عن التحضير للانترفيو، لكن احنا خلينا هنا بنركز على الابلكيشن. ممكن نعمل لايف تاني عن الجامعات او عن الانترفيو للمراحل اللاحقه. هل لازم التخصصات تتعلق بالتنميه؟ انا قلت طبعا ان هو مفيش اشتراط على التخصصات، بس في مجالات اولويه. طيب عاد نكتب على موضوع. سؤال من بسمة حمزة بتسأل عن إن عدد الكلمات هو 300 كلمة. هل نكتب موقف في المقال بس، كذا موقف في المقال، ولا نركز على واحد بس ونبروزه؟ 300 كلمة دي يعني تقريبا أقل من صفحة، أو على حسب يعني السايز والحاجات دي. لو أنا عندي مثال واحد قوي وكتبته وده ممكن يبقى كافي. لو انا حاسس ان المثال ده مش قوي فاشوف برضو ازاي اخليه اقوى حاجه ممكنه. لكن لو انا شايف ان مثلا في مثالين ممكن، فدي يعني حاجه ترجع لكل شخص، ملهاش حاجه واحده. المهم ان انا احاول سواء واحد او اتنين او ثلاثه ان انا ابروزهم بشكل قوي جدا، لان انا عايز اشرح كونتكست وعايز اشرح دوري وعايز اشرح ايه التاثير الايجابي اللي حصل. فممكن ان انا عشان اعمل ده بالتفصيل ما اوفيش كل مثال لوحده. بس طبعا يعني ده يعني personal preference او تفضيل شخصي عند كل شخص.
السكن زي ما أنا قُلت المنحة بتدّي الفلوس كل شخص بيتعامل في السكن. هل لو أنا قاعدة في المملكة المتحدة بvisa dependent لازم أرجع مصر؟ طيب أرجع كمان هل ده ممكن طيب هي الشخص بيسأل رؤية بتسأل لو أنا عندي dependent visa لو شخص مُقيم في بريطانيا هو غالبًا من فهمي هو يعني ممكن ما يبقاش eligible لكن الفكرة إن لازم 100% هاعمل الinterview من مصر لو اتقبلت، ولازم إن أنا هاوضّح إن أنا رايح بريطانيا وراجع مصر، فلو أنا مثلًا عندي ظروف إن أنا dependent يعني أنا على فيزة مثلًا يعني dependent يعني على فيزة زوجها مثلًا أو على فيزة والدها أو حاجة زي كده، فأنا لازم أوضّح إن أنا مثلًا هنا بشكل مؤقت وهارجع يوم كذا وبعدين هاعمل كذا، كذا، كذا وارجع، لكن لازم في الآخر أورّيهم إن أنا مُقيم في مصر، ده مش باقول إن ده هيخلّيني أتقبل، بس لازم يعني ممكن يكون أصلًا مش ممنوع مش مسموح أقدّم، بس أنا لو مكانك أنا هاقدّم، بس المهم إن أنا هاوضّح لهم إزاي إن أنا راجع وإن أنا مكاني مصر وهاعمل interview في مصر طبعًا لو اتقبلت. إمم. طيب هنا بعدين عن سؤال لأ، تصديق الشهادة في موسكو مش هاعرف طبعًا للأسف يعني، كل الحاجات بقى نشوف الprocess بتاع التصديق الخارجية والداخلية وكده. طيب سؤال عن البكالوريوس لأ، إزاي أقدر أضبّط الessays وأخلّيها تبقى قوية؟ أنا بيتهيأ لي يعني شرحتهم، وبرضه على فكرة أنا عملت فيديو تاني عن السنة اللي فاتت عن المقالات والكلام، يعني خُدوهم مع بعض، لإن برضه عندهم الاشتراطات واضحة المرّة دي أكتر، فخُدوا الكلام اللي أنا قُلته في الفيديو اللي فات مع الكلام ده، مع طبعًا رؤيتكم وأسلوبكم بنفسكم. لو خلصنا الماستر وكُلّه تمام ورجعنا لو خلّصنا الماستر وكُلّه تمام ورجعنا بلدنا بعد شهر توفّرت منحة دكتوراه، كيف الوضع باكون مقبول؟ لأ، هم يعني كاتبين إن هو مش هينفع حد يقعد في بريطانيا إلا يعني وهم مش حتى كاتبين اللي عايز يعمل استثناء يبعت لنا، لإن هم يعني عايزين يقفلوا الباب ده، لكن لو في استثناء برضه هم اللي هيعملوه. آمم أنا عندي 8 سنين خبرة، 7 سنين خبرة قبل التخرُّج، لكن عايز أقدّم ماستر ما لوش علاقة. طيب زي ما قُلت لو أنا متخرّج قبل أكتوبر 2023 أو قبله فتمام، بعد أكتوبر 23 ما ينفعش أقدّم، بغض النظر عن سنين الخبرة، يعني هو طبعًا هُم شرطين، التخرُّج يكون قبل أكتوبر 23 والسنتين وال2800 ساعة شغل اللي هُم سنتين تقريبًا يكونوا بعد التخرُّج. ما فيش شهادة IELTS يا أحمد الجندي، ساعة الأنشطة لأ، الأنشطة الطلابية مش هتُحسب، التطوُّع غير الأنشطة الطلابية، ده extra curricular activity فمش هيتحسب، وزي ما قُلت إن لازم يكون الساعات دي بعد التخرُّج، يعني حتى لو في حاجة أنا أعملها بتتحسب شغل باعمله أثناء الجامعة، فده مش هيتحسب. طيب أنا متطوّع بقى لي 4 سنين في جمعية خيرية في الإمارات بجانب عملي، إزاي أستفيد منها وتقويني في التقديم؟ ده مثلًا أنا يعني بافترض إن الشخص ده مش إماراتي، لإن الإمارات يعني ما لهمش الحق في التقديم، بس الشخص ده محتاج يوضّح الكلام ده سواء على حسب بقى المكان، سواء في الleadership أو في الimpact اللي عايز يعمله، وأنا باتكلم إن أنا عايز أرجع بلدي لو أنا مثلًا من الإمارات في مصر، هاقول عايز أرجع بلدي أشتغل أو أتطوّع في الحاجات دي أو أساعد في الحاجات دي، وأنا مهتم بالمجال ده وبالفعل قاعد باتطوّع فيه كذا، كذا، يعني حاجة زي كده أربطهم ببعض. آمم، سؤال تاني عن الessays جاوبته، إدارة جروبات الدفعة والتكريم من طلاب دفعتي، يعني أنا ممكن أتكلم إن ده كعمل تطوعي أو leadership باعمل حاجة زي كده يعني. التقديم على المنحة أونلاين، هل في حالة رفع شهادة التخرُّج على المواقع لأ، هو أصلًا ما فيش upload للشهادة دلوقتي، الشهادة بتطّلب لو أنا اتقبلت بقى في المنحة بيطلب منّي الوثائق كلّها والحاجات دي كلّها، لكن ما فيش شهادات، وساعتها بقى طبعًا لازم أكون خاتم بقى وموثّق الحاجات دي كمان، لإن الجامعات برّه بتطلب الشهادة موثّقة أو معظمها يعني، وزي ما قُلت نرجع نشوف اشتراطات كل جامعة. آمم كيف بدي أعرف إذا الجامعة إلها رسوم والتقديم مش مفتوح هسّه؟ طيب أنا سؤال كويس يا أوروبا، ولكن هو أنا بقى ممكن أعمل online search أشوف السنين اللي فاتت أو أستنى، بس أنا هاحاول أشوف يعني هو في جامعات كتيرة جدًا أعتقد المفروض تكون مكتوبة، لإن هو الprogram على الweb site بتاعهم بيكون موجود
بس زرار ابلاي ناو مش موجود. يعني هو حتى لو ما فتحش بيكون في الغالب الانتري ريكوايرمنتس وفلوس الابلكيشن فيز بيبقى فيه دايما كده تاب او يعني حاجه بتتفتح عليها تنزل، بيبقى اسمها فيز او ادميشن فيز او حاجات زي كده، فاقدر اعرف منها. مين يقدر نراجع معاه المقالات بحيث نطمن من جودتهم؟ يعني للاسف ما فيش. وانا كمان انا على فكره لا انصح بالخدمات المدفوعه ونخلي حد يكتب لي والحاجات دي خالص خالص. يعني هو لازم اولا هم يعني لاسباب الامانه، لان هم اشترطوا قالوا ممنوع تخلي حد يكتب لك ولازم انت اللي تكتب، وممنوع اي اي. الحاجه الثانيه بقى، انا ممكن لو ليا اصدقاء او حاجه زي كده اتكلم معاهم اتناقش معاهم انا كتبت ده ايه رايكم، الموضوع ده مقنع مش مقنع حاجه زي كده، لكن في الاخر هو مجهودي انا. هل فكرة إن أنا شورت ليستد السنة اللي فاتت يفيدني أو يضرني؟ لا، هو لا هيفيد ولا هيضر، بالعكس هو مؤشر كويس. هو في حد ذاته مش هيقولوا الشخص ده كان شورت ليستد فنديله فرصة، ولا هيقولوا الشخص ده شورت ليستد وفشل في الانترفيو فنستبعده. لا، الفكرة إن أنا اتعمل لي شورت ليستنج، فمعنى كده ان الاجابه بتاعتي بتاعت الاسئله وبتاعت الحاجات دي كانت كويسه، انا كنت على الطريق الصح ان انا اتعمل لي شورت ليستنج. طبعا يعني ما اعرفش عدد اللي بيتعمل لهم شورت ليستنج قد ايه، ولكن اللي بيتقبلوا يعني 1.5 2 3%. فاللي بيتعملوا شورت ليستنج ممكن يكونوا يعني قد الموضوع ده مرتين او ثلاثه ماكسيمم يعني. فده برضو مؤشر كويس ان انا يعني وصلت لمرحله متقدمه. بس ايه اللي وقعني بقى؟ اللي وقعني غالبا في الموضوع ده الانترفيو. فنركز بقى في الانترفيو. وطبعا ممكن يكون مش الانترفيو بس، ممكن يكون لما بيبقى في مثلا تشابه. وانا زي ما قلت انا مش من المنحه، لكن بتكلم برضو عن تجربتي في اختيار ناس في شغل في حاجات زي كده، ان هي ممكن في الاخر بيتعمل باكج بقى، اشوف الشخص ده اقيمه وفقا لردوده في الانترفيوهات زائد مقالاته. بس ما دام اتعملنا شورت ليستنج، يعني معنى كده ان انا كتبت مقالات بشكل كويس مقبول. بس اتاكد بس عشان الحاجات اللي محطوطه السنه دي واقويهم زياده، وما اخدهمش كوبي بيست من السنه اللي فاتت. اعيد كتابتهم حتى لو في مثلا موقف قيادي كان قوي وهو اللي ممكن يكون اصلا خلاني شورت ليستد، ساعتها يعني اذكر نفس الموقف عادي، بس ما اخدهمش كوبي بيست، اعيد الصياغه شويه. هل ممكن اقدر اترجم المقالات من شات جي بي تي؟ هو شوفوا، انا اتكلمت في موضوع شات جي بي تي، هو غير مسموح. فلو حد بقى عايز يعني يستخدمه فدي شخص، يعني كل شخص وهو عايز يعمل ايه. لكن كمان الكتابه بالعربي غير الكتابه بالانجليزي. وانا يعني انا دلوقتي لو انا مش عارف اكتب المقالات بالانجليزي، طب انا هكتب مقالات علميه ثيسس وريسيرش والحاجات دي بالانجليزي ازاي؟ برضه هكتبها بالعربي وبعدين اديها للشات جي بي تي. لازم الانجليزي بتاعي يكون قوي ان انا اكتب. ممكن بقى لو انا مثلا عندي اداه زي جرامرلي يراجع لي ان انا ملخبط مثلا از هنا مكان ار، ولا مش عارف ناسي فاصله او حاجه زي كده، ده ممكن. يعني انا مش بقول نعمل ايه وما نعملش ايه، بس انا يعني ده لا يعتبر بلاجيرزم. لكن فكره ان حد في الاخر الترجمه ما حد ترجم لي، يعني مليت حد وهو كتب لي برضو، ما هو ده مش يعني النقطه واضحه في الموضوع ده. لو في جامعة ليها فرعها في مصر فممكن يكون نسبة القبول ليها صعب؟ لا، ما اظنش. يعني ما اظنش النقطة دي واردة. بس أولسو يعني أنا مش عارف هي جامعة إيه البريطانية اللي ليها جامعة في مصر، مش عارف. بس ما اظنش إن هو، لأن هو جزء من الدراسة إن أنا كمان عايز أبقى جزء من تشيفنج كوميونتي، وعايز أبقى جزء من الإيكو سيستم، إن أنا أعيش في بريطانيا وإن أنا أتعامل وأحتك بالكالتشر. فحتى لو الجامعة دي ليها بديل في مصر، فده لا يمنع إن أنا أقدم فيها بره. في أي منحة بشهادة الثانوية العامة؟ ده قلنا ممكن يبقى موضوع فيديو تاني عن منح في الجامعة. إيه أفضل المناطق أكثر أمان ومن حيث التكاليف؟ يعني الموضوع ده ممكن يكون سابق وقته، لكن يعني هي في الآخر بريطانيا دولة أمان بنسبة كبيرة. لكن طبعا زي أي بلد فيها بقى مشاكل، يعني نمشي في شوارع إيه وحاجات زي كده، بس ده ما يكونش ليه علاقة باختيار الجامعة. لكن هو في الآخر الجامعات كلها موجودة في أماكن مرموقة، وفي أي مدينة، لندن بره لندن في أماكن بقى يعني خطر بالليل مثلا أو حاجات زي كده. لكن ده مش لكن مفيش مدينة بنفسها خطر يعني. اللايف ده هينزل، ايوه، لان هو اوتوماتيكلي بيتسجل وهينزل زي ما هو.
نتأكد ازاي ان الجامعة هتنزل نفس المنحة في 2016؟ لا، السؤال بسمة، الجامعة مش هي اللي بتعمل المنحة، تشيفنج هي اللي بتعمل المنحة وبتشوف الكورسز على الكورس فايندر بتاع المنحة. In the example of leadership, I mentioned my experience in feature lead. It could be considered under my job duties. معلش يا زينة، السؤال مش واضح، لو ممكن تقولي لي قصدك ايه feature lead، وقصدك ايه ان السؤال ان الحاجات دي في ضمن الديوتيز بتاعتك. ليه كده يا يوسف؟ شكرا بتجاهل الأسئلة. فين أنا بقرأ الأسئلة يا جماعة؟ بالراحة عليا بس، بعمل سكرول وأنا بتكلم وأنا بسجل. مفيش ديدلاين للآيلتس، في ديدلاين لكل جامعة نقدم عليها، والكلام ده بيبان زي ما أنا وضحته في الفيديو بتاع الجامعة إزاي نشوف الديدلاين بتاع كل واحد. هل كل الجامعات تطلب امتحان كامل للغة كفاءة للغة؟ وانا اختصاص لغه انجليزيه، كل جامعه ليها شروطها. حتى لو واحد متخرج مثلا من اداب انجليزي، ممكن الجامعه تقول له لا انا مش معترفه بالموضوع ده كلغه، يعني معترفه بالشهاده بس مش معترفه بالموضوع ده كلغه. فدي حاجه برضو كل جامعه هي اللي ليها القرار. كيفيه اختيار الجامعات لزياده فرص القبول؟ انا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده، ده سؤال اسمت او عصمت، سوري انا اسف بقى لو عملت خطأ في الاسم، لكن انا هقول لو انا تقديري متوسط او اقل من المتوسط وحطيت الثلاث جامعات كبرى، فانا يعني بحط نفسي بقلل فرصي من الاخر. وحتى لو تقديري عالي، انا على فكره متخرج بجيد جدا، والثلاثه اللي قدمت عليهم منهم واحده كانت يعني ترتيبها رقم 120 130، لان انا خلاص انا قلت انا هختار واحده او اتنين توب، او يعني واحده توب وواحده في فوق المتوسطه وواحده تحت. او انا اخترت، لا بصراحه اخترت اتنين كويسين، واحده انا جايب تقدير جيد جدا وواثق من الابلكيشن بتاعتي، بس في نفس الوقت مش عارف الكومبيتيشن عامله ازاي، عندهم كم مقعد وفي كم واحد ممكن يكون عنده نفس الحاجات اللي عندي وزياده. فعشان كده امنت نفسي بجامعه اقل شويه. وانا بنصح الناس ما فيش صح وغلط، ممكن حد يحط بقى اوكسفورد وكامبريدج وال اس اي ويتقبل فيهم الثلاثه، وممكن حد ما يتقبلش في الجامعه اللي تقديرها او ترتيبها الاخير يعني. فدي حاجه، ولازم اتاكد من الشروط واتاكد من الابلكيشن فيه زي ما وضحت، عشان ما اختارش جامعه في الاخر مش مناسبه ليا. طيب نوران الجبالي، انا زي ما اتكلمت مش عارف ممكن تكوني دخلتي متاخر، الكاب او السيلينج الحد الاقصى للمصاريف بينطبق بس على الام بي اي. ده وفقا للويب سايت بتاع المنحه، وبرده كان في السنه بتاعتي في ناس كانت برامجها متجاوزه السقف بس مش ام بي اي، فتم القبول يعني. نصيحتك في اختيار البرامج والجامعات العوامل؟ طيب انا زي ما قلت برضو في اختيار الجامعات انوع، انا عايز ازود فرصي فانوع ما بين جامعات ترتيبها عالي وترتيبها متوسط. اجمع اشوف انا مثلا عايز حاجه تكون متخصصه، جامعه معروفه بكذا، احط واحده فيهم من الثلاثه بتوعي انها تكون مشهوره او توب يونيفرسيتي او حاجه زي كده، والاثنين التانيين بقى دول حاجه براكتيكال عمليه عشان ازود الفرص بتاعتي. افضل الجامعات لماستر في الاي اي، يعني مش عارف بصراحه، مش هقدر افيدك يا محمد في الموضوع ده، محتاج تعمل بقى سيرش، شوف الفيديو بتاع الجامعه وقلت ازاي تلاقي احسن الجامعات اللي عليها، يعني سواء بالترتيب او بالتخصص او بالبروفيشنال نتورك وحاجات زي كده. احسن ويب سايت الاقي عليه منح ويكون فيه فلترز. انا برضو كنت عملت فيديو عن وذكرت فيه 5 ويب سايتس وفيهم الفلترز دي كلها. احنا بس الموضوع بتاع النهارده تشيفنج. ينفع اعمل سبمشن الابلكيشن قبل ما اخد الايلتس زي ما قلت مش مطلوب للمنحه. فانا هعمله اصلا حتى لو انا ما عنديش ايلتس، لان انا في الاخر المهم ان انا في شهر 7 الجاي يكون معايا unconditional اوفر من الجامعه. انا مقيم بره مصر، ما هو انا لو مقيم بره انا معايا ماجستير ومقيم بره مصر، هل اذكر الحاجتين دول ولا بلاش افضل؟ طيب الماجستير اللي عندي مش هيأثر خالص، بالعكس هو مذكور على الويب سايت. انا لو عندي ماجستير سابق وعايز اعمل ماجستير تاني، انا عايز اوضح لهم، يعني لازم ابين لهم في اجاباتي، وده في السؤال بقى بتاع ليه اخترت الكورس ده. اقول مثلا عندي شهاده، بس يعني لو هي في نفس الفيلد ممكن اقول ان انا مثلا شهادتي من جامعه ما استفدتش منها او كذا، او الجامعه اللي انا عايز اروحها فيها تخصص او تخصص فرعي
ده اللي انا مهتم بيه وعايز اعمله. لو هي في مجال مختلف فبتكلم بقى ان انا بعمل كارير شيفت وحاجه زي كده. بالنسبه للمقيم بره مصر، ما انا بفترض ان المقيم ده بيشتغل، فانا مش هخبي بقى الشغل بتاعي كمان. انا فين يعني سنين الخبره والحاجات دي. لكن انا لو في سؤال country of residency لازم احطه، لا مفيش طبعا تخبيه في حاجه زي كده. ايه الشروط اللي لازم اكون مطبقها عشان اقدر اقدم، وهل بتقبل من الازهر ادبي؟ طيب هي الجامع الشروط اتكلمنا فيها. بالنسبه للازهر ادبي هي هتشوف اذا كان المنحه ما عندهاش مشاكل. المهم ان انا اكون عندي لو هي تعليم عالي ومقبول في جامعات في بريطانيا فاذا هي مقبوله. طيب انا للاسف يا جماعه يعني في اسئله مثلا انا في مجال الديزاين اقدم على ايه او حاجه زي كده، فانا مش هقدر اجاوب على الحاجات اللي ليها دعوه بمجالات دي. لكن انا لو في مجال الديزاين وعايز اعمل ماستر، نشوف لو الكورس موجود على الكورس فايندر بتاع تشيفنج في المجال بتاع الديزاين يبقى هو eligible كورس. انا بقى في الاجابات بتاعتي ازاي اوضح ان ده ليه علاقه بقى بالايكونوميك جروث وبروسبيريتي، ليه علاقه بالكوميونتي بالحاجه زي كده، لان هي زي ما قلت منحه تهتم بالمنفعه العامه. فالحل ايه؟ بس مشكلتي في الكتابة وبحلها. اعمل ايه في كتابة المقالات؟ محتاجة يعني تشتغلي على الرايتنج. مفيش مجال لو في اخطاء بسيطة وعملنا مثلا مصحح لغوي سواء داخلي جوه وورد او حاجة زي جرامرلي فده كده، بس هو ملهاش. لو الانجليزي بتاعي حتى لو بتتكلمي كويس بس مش بتكتبي كويس، فمحتاجة تشتغلي على تحسين الكتابة. آه، ازاي اعرف ترتيب الجامعات عالي ومتوسط؟ ده برضو في الفيديو بتاع الجامعات، وبخش بس بعمل جوجل على يونيفرسيتي رانكينج ان ذا يو كي وبشوف، وخصوصا ممكن اعملها كمان في مجال في التخصص بتاعي. آه ايوه مفيش. ده سؤال لصفا خالد. ايوه بس ده سؤال يعني ليه علاقه بالسفر شويه. ما انا بتكلم هنا على التقديم ان هو يعني اللي هيسافر يكون لقى مكان الاول. يعني ده ديتيل خاص بالسفر، بس هو اكيد اللي بيسافر لازم يكون عنده مكان يروحه. يعني مش هاخد الطياره واوصل وانا ما عنديش مكان. فانا عشان اخد الفيزا لازم اكون موضح، حتى لو مكان مؤقت، اير بي ام بي، بوكينج، الحاجات دي كلها، سكن مؤقت، حاجه زي كده. آم، طريقة كتابة المقالات عملت فيديو يا هاجر عنه. آم، شكرا ليكم على التعليقات الإيجابية. كان في يوسف زعلان مني بيقول شكرا على تجاهل السؤال، بس أنا ما شفتش يا يوسف منك غير التعليق اللي بيقول شكرا على تجاهل الأسئلة. فلو في سؤال وأنت لسه موجود يا يوسف اكتبه لي. لو مش كده هعمل حاجة هلاقيه بعد الفيديو ده وأجاوب عليه لأن الفيديو هينزل. لا مفيش مواقع هتلاقي فيها اشخاص. يعني في سؤال من دعاء يعني حتى لو ممكن انا مثلا انا شاركت تجربتي على في منحه تشيفنينج، فمش بالضروره. يعني هو السؤال بيقول الاقي فين نماذج من ناس اتقبلت ومقالتها. ممكن تلاقوا حد طبعا كاتب على البلوج بتاعه ولا على لينكد ان ولا عامل فيديو ولا عامل حاجه زي كده، دي المقالات بتاعتي. ولكن يعني لو عايزين تشوفوها استرشادا دوروا، لكن ما فيش مواقع معينة. لكن برضو أنا نصيحتي إن هو كل واحد، هو المقالات مش كويسة في حد ذاتها. المقالات كويسة بالنسبة للشخص ده وبالنسبة للي عايز يحققه وبالنسبة للي عايز يعمله. يعني مش موديل أنسر بتاع الثانوية العامة مثلا، اللي هو لما أشوف السؤال ده أكتب كده ولما أشوف السؤال ده. الحاجات اللي هي الكي ووردز او الحاجات اللي لازم تتعمل هي الحاجات اللي انا وضحتها في الفيديو ده وفي الفيديوهات السابقه، واللي هي موجوده على موقع المنحه. على فكره الكلام ده مش من عندي انا، طبعا شاركت تجربتي الشخصيه في الفيديو بتاع كتابه المقالات. لكن يعني انا ما انصحش حد انه يعمل كوبي بيست. خلوا الموضوع جينوين. ركزوا معانا شهرين نكتب فيهم 4 صفحات يعني او يعني 3 صفحات ولا كام 300 كلمه ماكسيموم لكل واحده. معانا شهرين فناخد بالنا ونركز وفي وقت كتير. الريكومنديشن ليتر لازم يتختم من الشغل او الجامعه؟ لا هو الريكومنديشن ليتر محطوط الحاجات بتاعته ما فيهاش ختم. الشروط بتاعته ما فيهاش ختم. لكن استنى خليني اقول لك كده لحظه. آه، طيب لازم يكون فيها بيانات الشخص اللي بيكتب لك الريفرنس، اللي هو الدكتور او الحاجات دي، الادرس والعنوان والايميل ورقم التليفون.
بس لكن لو هو حاجة بقى من الشغل على letterhead، الناس يعني ما بتهتمش أوي بموضوع الختم وكده، طبعًا لو في شهادة وباسبور وحاجات زي كده، لكن في الجوابات وكده مش لازم. الماستر بيكون أكاديمي والّا مهني؟ الماستر بيكون taught، يعني مش master of research، ده سؤال محمد عثمان، يعني سواء بقى MSc، MA، حاجات زي كده. ينفع أعمل ماجستير لمجال غير مجالي اللي واخداه في الجامعة؟ ينفع، بس لازم أوضّح أنا ليه باعمل، ما هو أنا سنين الخبرة بقى اللي بعد التخرُّج دي، هل هي في نفس المجال اللي أنا بادرس فيه والّا في حاجة تانية؟ ولازم أوضّح، لازم أوضّح الcareer path، مكتوب إن أنا من حقي أشتغل في حاجة تانية، بس لازم أوضّح لو أنا رايح أدرس الحاجة اللي أنا باشتغل فيها، فدي نقطة makes sense، لو أنا هاعمل career shift وعايز أعمل حاجة تانية، فأوضّح الموضوع ده. آمم عشان الناس لمّا بتتقبل بتكون فاكرة إن لأ، ما فيش، السكن مش متغطي، أنا وضّحت في بداية الlive إن المنحة بتدّي الفلوس، وأنا بقى باتكفّل بالسكن، اللي هي بتدفعه مباشرةً فقط التذكرة بتاعة الطيارة ومصاريف الجامعة، دول اللي ما بيدّوهمليش في إيدي، بيشتروا لي التذكرة وبيدفعوا لي المصاريف، لكن الفلوس اللي بيدّوهاني في إيدي الفلوس الشهرية، وكل واحد يتصرّف، ووضّحت يعني قُلت عايز أصرف أكتر منها من جيبي أهلًا وسهلًا، عايز أحوّشها كلّها لو قدرت أهلًا وسهلًا برضه. آمم ماذا عن مرافقة زوجية بعد القبول؟ طيب أنا زي ما وضّحت، المنحة هي بتقول إحنا ما بنشجّعش إن حد يجيب حد، بس اللي عايز يجيب حد فده على مسؤوليته الشخصية ومصاريفه وفيزته، وإحنا كمان مش بنعمل support letter للشخص ده، اللي هو مثلًا زي الزوجة أو الأولاد أو الحاجات دي. يعني أنا كده السؤال ده لراشي عماد، بيقول: أنا تخصُّص تقني، إذا اخترت تخصُّص تقني قريب من مجال مثل الإلكترونيك في الذكاء الاصطناعي أو الروبوتك، هل في هذه الحالة يجب أن أبرر؟ أنا في جميع الأحوال لازم أبرر، حتى لو الشهادة بتاعتي بتاعة الجامعة هي نفسها بتاعة يعني المجال اللي أنا شغال فيه بعد التخرُّج هي نفسها اللي أنا عايز أدرسها في بريطانيا، فأنا برضه لازم أبرر، باوضّح إن أنا مهتم بالمجال ده وعندي فيه خبرة. لو عملت career shift كده ده السؤال اللي هو التاني والّا التالت بتاع اختيار الجامعة، ليه اخترت الجامعة دي، وبتاع الcareer path، لازم أوضّح الحاجات دي في الاتنين. آمم يا أحمد، المقالات هم نفس ال4 بحد أقصى 300 كلمة، لمّا الفيديو ده يخلص ممكن تشوف الحتّة دي في الأول لو أنت وصلت متأخر. تخصُّصي في achievering كان international relations وwar studies، يعني العلاقات الدولية ودراسات الحرب، أو هي الماجستير كان في العلاقات الدولية في قسم اسمه war studies department بتاع King's College لندن. عايز أقدّم على جامعة معيّنة لكن مكتوب chevening مُغلق، لكن الجامعة نازلة ضمن منحة chevening. أنا مش عارف يعني إيه chevening مُغلق، هي الجامعة أنتِ بتقدّمي عليها، الجامعة مش هتقول، يعني ما أظنش في جامعة بتقول مش هنقبل ناس من chevening، فأنا ممكن أكون ما فهمتش السؤال، لكن هو الفكرة إن لو الcourse موجود على chevening ينفع تقدّمي عليه، وبعدين في الآخر خالص في الجامعة بقى، وأنا وضّحت الكلام ده في فيديو الجامعة لمّا بيقولوا هتدفعوا المصاريف إزاي، باكتب إن أنا through a scholarship وأنا باختارها، يعني هي بتكون موجودة في الاختيارات. يوسف أيمن: المنحة لأ، ما فيهاش بكالوريوس، دي الماجستير سنة واحدة فقط. هل يمكن عمل دكتوراه مباشرةً بعد هذا النوع من الماجستير؟ أنا بافترض إن السؤال ده مش عن العودة، لأن زي ما قُلنا إن في عودة سنتين في مصر، لكن الماجستير ده ماجستير كامل يؤهل للدكتوراه تمامًا يعني، وأنا اتقبلت بالفعل في برنامج دكتوراه بعده، بس أنا في الآخر يعني قررت إن أنا ما أعملش الدكتوراه وكملت في الشغل، بس طبعًا ماجستير سنة هو نظام التعليم كده، يعني هي برضه الأندر جراديويت ديجري اللي هي الشهادة الجامعية في بريطانيا، معظم التخصصات 3 سنين بس، إحنا عندنا في مصر 4 و5 مثلًا أو أكتر، والماجستير كتير جدًا منه سنة، وفي حاجات سنتين، فهُم النظام التعليمي بتاعهم مضغوط، لكن مُعتمد وكامل يعني تمامًا. آآ لو هاحط سنة الجيش في خبرة العمل هاحطها لأ، سنة الجيش مش هتتحط خبرة عمل، يعني ما أظنش دي تنفع خبرة عمل. لو أنا بقى شغال مثلًا، لو أنا يعني شغال بقى ضابط، ده مجالي، أنا رجل عسكري وعامل ماجستير بقى مثلًا في الدراسات العسكرية، ده موضوع تاني، لكن أنا متخرّج بقى من سياسة واقتصاد وعلوم وهندسة ودخلت السنة الجيش، فالسنة الجيش لا تُحسب في الخبرة. آمم
طيب ده برضه سؤال عن الجامعات، فممكن نخليه، بس انا زي ما ذكرت يعني اشتراطات الجامعات بتبقى من تبع كل جامعة. طيب أنا أعتقد يعني جاوبت على كل الأسئلة، باعتذر جدًا لإن طبعًا الأسئلة برضه بتيجي كتير، وأنا باحاول قدر الإمكان ما اقعدش أقرا في سري يعني علشان أفضل باتكلم معاك وباصص للكاميرا عشان يعني يبقى في contact ما بيننا، فأنا باعتذر جدًا لو سهوًا أو خطأً نسيت تعليق، بس أنا كمان هاشوف التعليقات دي كلها بعد ما الفيديو لإن الفيديو هينزل بعد ما يبقى live، وهاجاوب عليها كتابةً يعني في كل التعليقات. فشكرًا ليكم جدًا وبالتوفيق، ولو حد عنده أسئلة يكتب لي في التعليقات، وأنا برضه زي ما وضّحت في الفيديو اللي فات للأسف أنا مش باقدر يعني أجاوب على الرسايل بحاجة يعني ممكن تتعمل في تعليق أو كده، وقافل الإشعارات بتاعة الرسايل. أنا ما عنديش social media management، أنا بادير الحاجات دي كلها بنفسي، فبصراحة مع الشغل مع الحاجات دي يعني بيبقى عبء، ما باقدرش ألاحق على الحاجات دي كلها، فباعتذر، لكن أنا باقرا التعليقات واحد، واحد والله، وبقدر الإمكان يعني باجاوب عليهم كلهم، يعني مش بقدر الإمكان، أعتقد باجاوب عليهم كلهم. شكرًا ليكم جدًا وعلى اهتمامكم وحضوركم وتفاعلكم، وربنا يوفقكم، ولو لسه في أسئلة اكتبوا لي في التعليقات، وشوفوا الفيديوهات اللي أنا هاحطها في أول تعليق، علشان هي زي ما قُلت لكم دي package كاملة بتاعة منحة Chevening. شكرًا، مع السلامة.